تعالوا أقول لكم ليه ما ينفعش نقول على الشارع ده شارع القصر العيني. دي مدرسة العيني ورا جامع الأزهر، واللي بناها بدر الدين محمود العيني سنة 1411 ميلادي. واسم العيني ده جه من المدينة اللي اتولد فيها العيني، وهي مدينة عنتاب السورية، واللي كانت ساعتها جزء من دولة المماليك. وبعد الحرب العالمية الأولى وتوقيع معاهدة أنقرة بين تركيا وفرنسا خدوها الأتراك وسموها غازي عنتاب. بدر العيني ده بقى جه مصر في عصر السلطان فرج بن برقوق اللي ولاه الحسبة، فبقى محتسب القاهرة والوجه البحري. والمحتسب ده شخص كان بيعينه السلطان في مصر المملوكية لمراقبة الأسواق والدكاكين والتفتيش على المكاييل والموازين اللي بيستخدمها التجار لمنع الغش وتحصيل الضرائب من الأسواق وضبط أسعار السلع. ومن أشهر المحتسبين عندنا الزيني بركات بن موسى. عشان جمال الغيطاني كتب رواية عنه اتعملت بعد كده مسلسل في التلفزيون المصري، بس الوظيفة دي عملت لبدر العيني مشكلة مع المقريزي المؤرخ الشهير، عشان المقريزي هو اللي كان ماسك الحسبة قبل منه. وفي زمن السلطان الأشرف برسباي هيجمع بدر العيني مع الحسبة وظيفة قاضي قضاة الحنفية لمدة 12 سنة. وكان السلطان برسباي بيقول إنه لولا القاضي العيني ما حسن إسلامنا ولا عرفنا كيف نسير في المملكة. بس ده برضو ما منعش عنه الخلافات. فما كانش خلافه مع المقريزي بس، لكن كمان عنده خلاف مع قاضي قضاة الشافعية الإمام ابن حجر العسقلاني. ولحسن حظنا إن التاريخ سجل لنا الخناقة اللي بينهم. تفتكروا عملوا إيه؟ دلوقتي احنا في جامع المؤيد شيخ، واللي كان بيدرس فيه بدر العيني المذهب الحنفي، وهم بيبنوا المأذنتين بتوع الجامع المبنيين فوق باب زويلة مالت واحدة منهم، وكان لازم تتهد وتتبني من جديد. فقال ابن حجر: لجامع مولانا المؤيد رونق منارته بالحسن تزهو وبالزين، تقول وقد مالت على البرج أمهله فليس على جسمي أضر من العين. فلما سمع بدر البيتين راح راضي وقال: قالوا أصيبت بعين، قلت ذا غلط، ما أوجب الهدم إلا خسة الحجر. قصده على ابن حجر. شفتوا جمال الخناقة؟ عاوزة أقول لكم بقى إن بدر العيني ملوش علاقة بشارع القصر، أنا بس بجيب لكم الحكاية من الأول. عشان بدر العيني كان جد شهاب الدين اللي كان أمير للحج في عصر السلطان الظاهر سيف الدين خوشقدم. عمك شهاب الدين ده بقى جه سنة 1466 وراح باني قصر عظيم على النيل، افتتحه السلطان بنفسه واتعرف وقتها بقصر العيني. بس قعدته ما طولتش فيه، عشان خوشقدم لما جه مكان قايتباي سنة 1467 هيتقبض عليه أكتر من مرة. وفي أيام السلطان قنصوة الغوري هيهرب شهاب الدين على مكة ومنها للمدينة، وهناك عاش باقي حياته واتدفن في البقيع، واستولى المماليك على قصره. ومكان القصر ده النهارده مبنى مستشفى قصر العيني الفرنساوي، والشارع كله خد اسم القصر ده. وزي ما محدش ينفع يقول القصر عابدين او القصر القبه، يبقى ما ينفعش نقول القصر العيني، الصح نقول قصر العيني.